أهلا بكم. فاتن حمامة هي ممثلة مصرية، ولدت في 27 مايو 1931 بحي عابدين لأب من كبار الموظفين في وزارة المعارف، وكان يعمل بمدينة المنصورة وأم ربة منزل. عاشت فاتن وسط أسرة مكونة من 6 أشقاء، وترتيب فاتن الثالثة. أحبت الفن منذ سن مبكرة جدا، حين اصطحبها والدها لسينما عدن بالمنصورة، وشاهدت فيلم لآسيا داغر، وراودها حلم التمثيل من حينها. قدمت فاتن حمامة طوال مشوارها الفني أكثر من 100 عمل، أبرزها فيلم نهر الحب، ودعاء الكروان، وسيدة القصر، وصراع في الوادي، ومن أبرز وأنجح مسلسلاتها ضمير أبلة حكمت. جمعت الفنانة الراحلة فاتن حمامة طيلة عمرها بين الجمال والرقة والذكاء والحكمة، ما جعل لها في قلوب الجميع مكانة كبيرة وقدرا عظيما. منذ نعومة أظافرها كانت نجمة، فلقبت بالطفلة المعجزة، وخلال مشوارها الفني لقبت بالعديد من الألقاب، منها الليدي، ووجه القمر، والأسطورة، وسيدة الشاشة العربية. ونجحت الراحلة فاتن حمامة في حفر اسمها في تاريخ الفن، حتى أصبحت واحدة من أيقونات الجمال والأنوثة على مدار عمرها الفني، ولا تزال حتى الآن مصدر إلهام للكثيرات في الرقة والرقي والأنوثة بلا ابتذال. تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1948، وأنجبت منه ابنتهما نادية. انتشرت شائعات وقتها بأن الفنان عمر الشريف هو من وراء إصرارها على قرار الطلاق من عز الدين ذو الفقار، حتى خرجت الفنانة الراحلة فاتن حمامة وكشفت في حوار سابق عن سبب انفصالها عن عز الدين ذو الفقار، نافية ما تردد، مؤكدة أن زواجها من ذو الفقار كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر بينهما، لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة المنبهرة بأستاذها أكثر منها علاقة حبيبين. وأكدت سيدة الشاشة العربية أنها كانت تشعر بالملل في كثير من الأحيان بسبب انشغال عز الدين ذو الفقار طوال الوقت بأفلامه، مصرحة: سألت نفسي هل أنا سعيدة؟ ولم أجد إجابة تريح قلبي، لهذا السبب أبلغته بقرار الانفصال، لأن حياتنا كانت مليئة بالملل والخلاف والصدام المستمر. ثم تزوجت بعدها من الفنان عمر الشريف، واشترطت فاتن حمامة على ميشيل شلهوب الذي اشتهر بعد ذلك باسم عمر الشريف أن يعلن إسلامه من أجل الزواج منها، وبالفعل لبى رغبتها وتخلى عن المسيحية من أجلها. وفي عام 1955 حدث الزواج، وأنجب ابنهما طارق. وبعد زواجهما رشح النجم عمر الشريف لفيلم لورنس العرب، الذي كان بوابته للعالمية، التي أخذته بعيدا عن زوجته وابنه لبلاد أوروبا، ولابتعاده عن سيدة الشاشة العربية لأيام وشهور فذهبت للإقامة معه في أوروبا، لكنها لم تكن ترغب هي في الوصول للعالمية كفنانة، لحنينها الدائم لمصر، ولأسباب رئيسية تتعلق بتمسكها بالتقاليد الشرقية ورفضها للأدوار الجريئة، وشعورها بالاغتراب الفني عن الغرب. فقررت العودة مباشرة إلى مصر، مما أدى إلى بعدهما عن بعض حتى وقع الانفصال بينهما عام 1974. ولم يتزوج عمر الشريف بعد فاتن حمامة، وظلت هي الحب الوحيد في حياته. بينما تزوجت فاتن حمامة للمرة الثالثة والأخيرة في حياتها من الراحل الدكتور محمد عبد الوهاب، الذي أحبته من كل قلبها، وعاش معها حياة هادئة ناعمة رومانسية خالية من المشكلات على مدار 40 عاما، ورافقها حتى مماتها وودعها حتى قبرها. الفنانة فاتن حمامة رحلت في 17 يناير 2015، وذلك عن عمر 83 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة تاركة تاريخا فنيا لا ينسى.
انتهى الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.